والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن الموت كأس لا بد لكل أحد أن يشربه، ودابة لا بد لكل أحد أن يركبها، وطريق كتب الله رب العالمين على كل حي أن يسير فيه، ولكن شتان بين من يأتيه الموت وهو على حال استعداد، وبين من يأتيه الموت وهو في الغفلة والسهاد. شتان بين من يأتيه الموت وهو من الصالحين، وبين من يأتيه الموت وهو من الطالحين. عبد الله، إنك اليوم حي وغدا ميت، إنك اليوم عامل وغدا محاسب، إنك اليوم حر وغدا مقيد، فماذا أعددت لغد؟ والله رب العالمين ينادي عليك، يقول لك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أتعرف ما الذي سينفعك في هذا الغد؟ إنها صلاتك التي طالما شغلت عنه، إنها زكاتك التي كثيرا ما فرطت في آدائها، إنه برك بوالديك الذي من أجل امرأتك وولدك صرت لهما عاق، إنه الإنفاق والبذل في مرضاة الله رب العالمين، في صلة الأرحام، وفي الإنفاق على الفقراء والمساكين. عبد الله، لكل شأن قانون. شأن الحياة أن المرء يحيا بماله، يحيا بسلطانه وبجاهه، وأما شأن الموت فلا مال ولا سلطان ولا جاه، إنما هي الأعمال، إنما هي الأحوال، إنما هي المقامات. نزل جبريل الأمين على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واجمع ما شئت فإنك تاركه، واعمل ما شئت فإنك مجزي عنه. في هذا القبر يعرف المرء حقارة الحياة، في هذا القبر يعرف المرء قيمة ما فرط فيه من أعمال، في هذا القبر يندم النادمون ويفرح الفرحون، في هذا القبر يستغيث المستغيثون ويهنأ ويسعد المؤمنون. فيا عبد الله، أعد ليوم موتك كما تعد ليوم حياتك، أعد ليوم قبرك كما تعد ليوم زواجك، أعد ليوم مثواك في قبرك كما تعد ليوم دخولك على عرسك. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فيا ترى كيف سيكون قبرك؟ كيف سيكون مدخلك؟ كيف سيكون جوابك؟ فاللهم ثبتنا عند السؤال واجعلنا من عبادك الصالحين.